المساعدين. الشكر موصول للسادة الأساتذة والحضور الكريم. في الحقيقة موضوع الجهوية الموسعة هو موضوع قديم جديد، وإنما جديد فيه هو أن الآن كنتحدثوا على الجهوية الموسعة، ولكن الجهوية الموسعة جات في واحد السياق ديال الربيع العربي ديال التغيير الدستوري اللي كان من المفروض أن التقطيع ديال الجهات يخرج في واحد الوقت، ولكن تأخر. إذا غادي نمشي نبدا واحد شوية بالسبب ديال التأخير. في الحقيقة هذه المسألة ديال الجهوية الموسعة كتعلق بالمستقبل ديال البلاد، وحنا مازال التافهات. انا كنلوم راسي وكنلوم النخبه في التافهات لانها ما كتفتحش نقاشات في هذا الموضوع رغم انه كيتعلق بالمستقبل ديال البلاد ديالها. ولذلك كنشكر هذه الجمعيه اللي راه قامت. انا فرحت صراحه، كنت مسافر فاش يلاه جيت لقيت يعني الاعلان، ففرحت على الاقل انه تفتح هذا النقاش. اذا الكلام راه كثير. انا خص الموضوع هذا خصو يوم دراسي او يومين دراسيين وليس مائده مستديره، ولكن خصو واحد الكلام طويل. لذلك ادعو المجتمع المدني باش يتحرك. الزيوي راه المجتمع المدني الا كنا كنلوموا الناس السياسيين انهم ما كيخدموش، راه حتى الفاعلين الجمعويين في البلاد راه ما تيخدموش، وهذا واحد من الفاعلين الجمعويين اللي راه حنا ناس. يعني شوف شحال ديال الامور تسدات في الجهويه الموسعه، وحنا عاد دابا كنهضروا لحسن الحظ ان يمكن غادي تكون العاصمه في الراشديه، ولكن يمكن جات صدفه راه ما خدمناش عليها كاولاد ديال المنطقه. المشكل الاخر وهو بالنسبه انا كنشوف هذا النقاش كان خصو يحضروا فيه جماعات بلديه وجماعات، لان حنا مازال ما متفقينش باش نسيروا جماعه محليه، فبالاحرى اننا نسيروا جهه. هذا راه اشكال. يعني كيفاش دابا الله يجازيكم بخير واحد السؤال الساده البرلمانيين. يعني انا عندي كاين بزاف ديال التساؤلات، ولكن ما هو يعني ماذا تقومون به من اجل ان يكون واحد المستوى دراسي عالي بالنسبه للترشيح المنصب ديال الجهه، رئاسه الجهه بطبيعه الحال. ما يمكنش رئيس الجهه يكون تكون قانوني اقتصادي الى غير ذلك. واحد النقطه اخرى ان راه مازال حتى التقسيم ديال الجامعات راه فيها تقسيم